وبالنسبه يا جماعه برضو لالكسندر ايساك، هو ليه الناس بس بتحب تتكلم على يوكريش ومستقصدين يوكريش وقاعدين بيعدوا له في اللمسات وفي الاهداف وفي الاسيستات؟ طب ما تركزوا برضو في ايساك اللي هو واحد من احسن المهاجمين في البريمير ليج الموسم اللي فات، ان ما كانش احسنهم. بصوا اداؤه مع ليفربول عامل ازاي، وبصوا مثلا الكوره الانفراد اللي ضيعها النهارده في الماتش، ليه ما حدش بيتكلم عليه؟ انا مش بقارن علشان اقل من ايساك، ايساك كده كده مهاجم كبير، انما انا بقول ان ساعات لسه اللعيبه او المهاجمين ممكن ياخدوا وقت علشان يتعودوا على سيستم لعب فرقه جديده، او ممكن تكون طريقه لعب الفرقه نفسها لسه مش مساعداهم، او لسه مش لاقيين نفسهم فيها. انا شايف مثلا ان الطريقه اللي بيلعب بيها ارني سلوت واللي بيلعب بيها ليفربول لسه مش خادمه ايساك ومش مساعده ايساك. ده غير ان ايساك كمان لقى دلوقتي اختلاف في الطرق اللي الفرق بتلعب بيها ضد ليفربول عن عن الطريقه اللي الفرق بتلعب بيها ضد نيوكاسل. ايام ما كان في نيوكاسل، قدام نيوكاسل الفرق كانت بتفتح شويه، بتهاجم اكتر. قدام ليفربول كله بيقفل، كله بيحرص شويه، فالمساحات قلت، فالتحدي بقى اكبر، فابتدى ايساك يلاقي تحديات اكبر وتشالنجز اكتر. نفس الكلام اللي بيحصل مع يوكريش. هل ده معناهم ان هما الاثنين لعيبه اي كلام او مهاجمين اي كلام؟ لا، انما معناه ان هو في وقت محتاج يحصل، في تغيير لاسلوب اللعب عشان تلعب على نقط قوه، نقط القوه بتاعت اللعيبه السوبر ستارز اللي عندك في الفرقه محتاج يحصل. والا غير كده تبقى جبتهم بلوشي. لو انت جايب لعيبه نجوم وجايب لعيبه كويسه، انت لازم تبلاي اراوند اللعيبه دي، او تحط خطه للسيستم ان انت ازاي تخدم على النجوم. ده المدرب الشاطر يعمله، مش ان انت هحطهم وانتوا هتركبوا في الترس وخلاص. لا، المفروض تشوف ازاي تطلع احسن ما في ايساك، زي ما انت الموسم ده سلوت مش عارف يطلع احسن ما في صلاح. ففي رايي في الحقيقه يعني يوكريش بيتظلم جامد جدا جدا، وايساك هيتظلم جدا 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 لو ليفربول كمل على فكره برضو بالطريقه دي. يعني انا جماهير ليفربول برضو اكيد مستنيين من ايساك اكتر من كده دلوقتي، زي ما جماهير ارسنال مستنيه من يوكريش اكتر. انما الاثنين مش هيشوفوا منهم ولا اي حاجه طول ما هي دي طريقه اللعب بتاعه الفرقتين. ارسنال لحد دلوقتي الحمد لله احنا عارفين نكسب عشان عندنا دفاع قوي جدا الحمد لله، انما ليفربول لا الدفاع ولا الهجوم ظابط، وده اللي انا بقول عليه.